السلام عليكم متابعين قناة حب رمان. اليوم رجعت لكم مع وصفة جديدة وهي مكدوس الفاصوليا. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعيل الجرس واللايك إذا عجبكم الفيديو. المكونات راح أترك لكم إياها بصندوق الوصف، وراح أيضا أثناء الطبخ راح تظهر لكم على الشاشة. فهنا عندنا فاصوليا خضراء، تشوفون هذا الرفيع، أو أكو نوع العريض أو أي نوع خضرة يعجبكم تقدرون تستخدموها وتسووها مثل طريقة المكدوس. مثل ما تشوفون هنا عندنا هاي الفاصوليا قلمناها من الجوانب، وراح نقطعها بالشكل اللي نريده وبالحجم اللي نريده. وهنا بدينا نغسلها حتى ننظفها، وبعدين نبدي بطبخها. هنا أنا عندي مي حار راح أنزلها عليه. احنا ما نريدها تنسلق هواية، يعني نريدها تبقى محتفظة بهذا لونها الحلو الأخضر اللي يميل على صفار، فما تحتاج وقت كلش هواية. وطبعا كل نوع خضرة يعني يختلف السلق مالتها، ووقت السلق انه تحتاج اكثر وقت او اقل. هنا أنا عندنا نتركها تقريبا اقل ال10 دقائق، ونشوفها اذا استوت او ما استوت. واحنا ما نريدها تبقى شلون نقول تبقى مجزرة. فهنا أنا أول ما تغلي تبدي تطلع عندنا هذه الرغوة، نحاول نتخلص من عندها هاي الرغوة. ومثل ما قلت لكم هي تقريبا أقل ال10 دقائق الاستواء مالتها. ونشوفها احنا شو وقت ما نشوفها استوت عندنا نبدي نصفيها من المي. هنا أنا صفيناها من المي الحار، وحتى نبقى محافظين على هذا اللون الحلو مالتها الأخضر نغسلها بالمي البارد، أو تخلوا لها ثلج، أو أنا غسلتها بالمي البارد. ورا ما غسلتها راح أحاول أتخلص من المي الزايد، وأحاول أنشفها، ولازم تتنشف كل زين عندنا. لأن مثل ما تعرفون المكدوس، حتى بمكدوس الباذنجان أو أي مكدوس ثاني ونخلي عليه زيت، إذا نريد نطول فترة الاحتفاظ به وحتى ما يخرب عندنا وما يبدي يعفن، لازم نتخلص من كمية المي كلها. فهنا أنا راح أخلي عليه ثقل. أنا عندي هاي الطرشي مالتي، وراح أخليه عليه حتى الثاني يوم 24 ساعة إلى ثاني يوم، حتى أتخلص من كمية المي الزايدة اللي بيه. خليته أنا بمصفاة، وخليته يعني طاسة حتى ينزل المي الزايد بيها، وراح أتركه إلى ثاني يوم ونشوف النتيجة. هاي هنا ورا ثاني يوم، يعني عندنا ورا ما صفى المي راح تشوفوها شلون مضغوطة عندنا بالماعون، وانه نزل من عندها كل المي الزايد اللي احنا ما نريده. ف هنا تشوفون شكلها شلون صار، وهذا كمية المي شوفوا اللي تخلصنا من عندها، هاي اللي ما نريدها. طريقتها كلش سهلة وطيبة، وتشوفون الخطوات كلش سهلة، يعني ما يراد لها شيء، وطعمه كلش طيب، يعني عشا ريوق احنا نتريق بيه ويا الأجبان، كلش طيب طعمه. هنا عندنا جوز نكسره، يعني ما نريد نطحنه، احنا نريده يكون مكسر. فما تكسروا بايديكم، عندكم اي شيء تدقون بيه تكسروا بالحجمه يكون خشن، ما نريده يكون مطحون. وهنا عندنا الثوم. مثل ما تشوفون احنا هنا الثوم عندنا حجم الثوم كلش كبير، فهنا أنا استخدمت 3. تقدروا تقللوها تكثروها حسب كمية الثوم، راجعة لكم اللي تحبوه. يعني اللي يحب كمية ثوم أزيد وياكل ثوم يعني عادي. هنا عندنا ملح خشن، وطبعا كمية الملح هاي الليمون دوزي حامض زين. وبالنسبة للملح والجوز كميته هاي تختلف، تريدون تكثرون كمية الجوز يعني ما راح يأثر. هنا عندنا معجون الفلفل الأحمر الحار. احنا نحب الحار فلذلك نستخدم الحار. تقدرون اللي ما يحب الحار يقدر يستخدم اكو نوعية من عنده تكون باردة، يقدر يستخدم النوعية الباردة. مثل ما تشوفون تقريبا اني خليت يعني تقريبا خاشوقتين اكل او 3 من عنده. وهنا عندنا زيت زيتون، راح نخلي زيت زيتون حتى نقدر يعني نماسك الجوز ويا المعجون الفلفل، حتى يصير سهل عندنا الخلط والتوزيع مالته.
ومثل ما قلت لكم طعمه كلش طيب، يعني كل اللي ذاقوه قالوا عليه طيب وعجبهم، وطلبوا من عندي أن أنزل الوصفة. فإن شاء الله راح هاي أنزلكم إياها، وإن شاء الله يجربوها، إن شاء الله تعجبهم، وننتظر تعليقاتكم. هنا شفت هنا زيت الزيتون محتاج عندي بعد شوية حتى يكون شوية سائل بي، خلينا نقول بمعنى يعني، فزيت زيت الزيتون. هنا راح أنزل عليه الفاصوليا اللي نشفناها من المي مالتها، تركناها تقريبا يوم كامل، نشف المي مالتها ونزلنا. مثل ما قلت لكم أي نوع خضرة تقدرون، فاصوليا العريضة هم كلش طيبة، أي نوع خضرة ثاني يعجبكم تقدرون تستخدمون هاي الطريقة. هاي هنا نبدي نقلبه، ونبدي نخليه نغسل عندنا أي يعني شيشة تكون نغسلها وننظفها وننشفها كل زين من المي، ونخلي بيها المكدوس مالتنا. أو تقدرون انتو مثل ما تريدون، تقدرون تخلون فاصوليا وهاي الخلطة اللي سويناها مالت الجوز والصلصة الفلفل، نخليها نسويها طبقات وبعدين تنخلط عندنا، أو مثل ما تشوفون احنا خلطناها ونزلناها. طبعا أني ورا فترة ضقته حسيته يحتاج له بعد ملح، العفو حامض، فضفت له زيدت الحامض، زيدت عليه ليمون دوزي. مثل ما تشوفون صار عندنا هاي الكمية، وراح أتركها أني هسه راح أبدي أفرغ هيك شلون نقول، نفرغ الهواء من عندها أو نخليها تنزل حتى نشوف ايش قد بعد يحتاج زيت زيتون، لأن لازم نغطي الوجه مالتها حتى يعني الوجه ما يبدي يعفن. مثل ما تعرفون إذا يبقى خضرة وطالعة لي برا فأكيد تعفن وهيك شي، فنبدي ننزلها ونضيف الزيت، كمية الزيت اللي تبدي تغطي الوجه. وهاي راح نتركها، طبعا أنا تركتها وتقريبا ورا 10 أيام، أسبوع 10 أيام، ورا أسبوع ضقتها، شفتها محتاجة حامض خليت لها حامض، وورا 10 أيام كانت مستوية وطيبة. وأنصحكم تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، واللايك إذا عجبتكم الوصفة. وهاي هنا مثل ما تشوفون قدمناها ويا الريوق، هاي ورا 10 أيام، وكان طعمها كلش طيب وعجبتهم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك، إلى أن نلتقي مع وصفة جديدة من قناة حب رمان. في أمان الله.